سيناريو كده أعتقد ناس كتير مرت بيه في شغلها. تكون شغال في شركة وفجأة تلاقي مدير جديد ظهر. من غير أي مقدمات. أيوة، لا شفت إعلان توظيف ولا سمعت عن مقابلات اتعملت، هو مجرد إيميل بيوصل فجأة بيقول فلان بقى المدير. والكل في المكتب بيبص لبعضه وهو عارف الإجابة من غير ما حد يتكلم. بالظبط، الواسطة. وهو ده يعني المدخل لفهم ظاهرة خطيرة جدا في أي مكان شغل. لما شخص بيتحط في منصب هو مش قده، المنصب ده نفسه بيتحول لإيه؟ بدل ما يبقى أداة لإدارة الشغل وتنظيمه بيتحول لسلاح هو بيستخدمه عشان يدافع عن نفسه. كل تصرفاته بتبقى مدفوعة بإحساس عميق بالخوف. الخوف من إنه ينكشف. تماماً، الخوف من إن الناس تعرف إنه مش كفء. والنهاردة إحنا معانا تحليل عميق قوي للظاهرة دي، والجميل فيه إنه جاي من قلب التجربة نفسها. هنفصص مقال كتبه موظف سمى نفسه زيتونة، بيوصف فيه تجربته مع النوع ده من المديرين. واللي سماه اسم بصراحة عبقري. الأخطبوط الإداري. مهمتنا النهاردة إننا ندخل جوه عقلية الأخطبوط ده ونفهم هو ليه بيعمل كده. قال بيقدم روشتة نجاة. رسالتين. أيوة، رسالة للموظف اللي بيعاني ورسالة تانية مباشرة جدا للإدارة العليا اللي في إيدها كل الخيوط. عظيم. طيب خلينا نبدأ من الأول خالص. لحظة ولادة أول أخطبوط إداري في شركة زيتونة، المشهد كان عامل إزاي؟ المشهد زي ما بيحكيه كان عادي جدا في الأول. وصل إيميل جماعي عنوانه تهنئة. نهنئ الزميل الأستاذ كريم لترقيته لمنصب مدير قسم العمليات. الصدمة هنا ما كانتش في الترقية، الصدمة كانت في اسم كريم نفسه. ليه؟ هو كان إيه؟ زيتونة بيوصفه إنه كان موظف أداؤه متوسط، يعني مش سيء بس في نفس الوقت مش مميز بأي شكل من الأشكال. شخص عادي يعني؟ عادي جداً، لدرجة إنه بيحكي إن كريم ده كان ممكن يسأل في تفاصيل بديهية قوي، اللي هو يا جماعة أكتب إيه في أول الإيميل للعميل، حاجات بسيطة. إن الشخص ده قائد أو حتى كفاءة استثنائية، ده بيخلي الصدمة أكبر طبعاً. تماماً. وهنا اللي حصل بعدها بيفسر كل حاجة. بيقول خلال ساعتين بس إن معلومة كانت انتشرت في الشركة زي النار في الهشيم. إيه هي؟ كريم طلع قريب عضو مجلس إدارة. كده وضحت. أيوة، الواسطة هنا ما كانتش مجرد شك، دي كانت الإجابة الوحيدة المنطقية لكل اللي حصل. وهنا زيتونة بيقول جملة حسيتها بتلخص التحول كله. قال: من اليوم ده كريم القديم مات واتولد شخص جديد، نسخة مشوهة من نفسه. وصف قوي قوي. قوي جدا، لأن اللي اتغير فيه كان كل حاجة. كأن المنصب ده كان صدمة كهربائية غيرت كيمياء شخصيته. إزاي؟ كريم الجديد ما بقاش مهتم بالشغل قد ما هو مهووس بالمنصب، ماسك في الكرسي ده كأنه طوق النجاة بتاعه. هو ده اللي بيسموه ساعات الإمبوستر سيندروم أو متلازمة المحتال؟ بالظبط، بس في سياق إداري. هو في إعماقه عارف إنه مش قد المكان ده، فبدل ما يطور من نفسه لأ، بيبدأ يهاجم كل اللي حواليه عشان يثبت العكس. يعني هو مش بيحاول يملى الفجوة اللي بين قدراته ومتطلبات المنصب، هو بيحاول يكسر كل اللي حواليه عشان يبان إن هو الوحيد اللي واقف. أيوة بالظبط. وهنا بقى بيبدأ سلوك الأخطبوط يظهر. المقال بيقول إن كريم بدأ يسيطر على كل تفصيلة بشكل مرضي. إيه الأمثلة اللي ذكرها؟ الأمثلة اللي ذكرها بترسم صورة واضحة جدا للي بنسميه المايكرو مانجمنت. يعني فجأة بقى لازم يتحط في السي على كل إيميل بيتبعت من القسم، حتى لو إيميل داخلي بين 2 موظفين؟ حتى لو إيميل بيتفقوا فيه على ميعاد غدا، بقى لازم يوافق شخصياً على كل طلب أجازة حتى لو يوم واحد. والأغرب إنه بقى بيصر يحضر كل الاجتماعات، حتى لو مش بتاعته؟ حتى لو اجتماع خاص بقسم تاني ومجرد حد من فريقه اللي بيحضره لازم يكون موجود. طيب ممكن حد يسمع الكلام ده ويقول: ما كويس، ده مدير دقيق ومهتم بالتفاصيل. هل ده كان حرص حقيقي على الشغل؟ بص، هو ده سؤال مهم قوي، وهو ده قلب التحليل اللي في المقال. هو بيفرق بوضوح بين الحرص والخوف. إيه الفرق؟ المدير الحريف بيتابع التفاصيل عشان يتأكد إن الهدف الكبير بيتحقق، لكن الأخطبوط الإداري بيتابع التفاصيل عشان يلاقي غلطة. عشان يصطاد غلطة. بالظبط. الدافع الحقيقي زي ما التحليل بيوضح هو الرعب. هو مش بيمسك في التفاصيل عشان الشغل يمشي، هو بيمسك فيها عشان يحس إنه مسيطر. دي طريقته الوحيدة عشان يغطي على الإحساس اللي جواه اللي بيقوله أنت مش قد الكرسي ده. وفي جملة في المقال لخصت دي بشكل عبقري:
لما قال إنه كان بيحول أي غلطة بسيطة لقضية رأي عام. أيوة فعلا. زي مثلا إزاي العميل يستنى 10 دقايق على الرد، حاجات بسيطة بتتحول لمحاكمة. بالظبط. وده بيكشف إنه مش بيفكر بشكل استراتيجي، مش بيبص على الصورة الكبيرة اللي هو هل العميل راضي عن الخدمة عموماً؟ لأ، هو مركز في تفاصيل التفاصيل. كل تركيزه إنه يخنق حد بخيط صغير عشان يثبت إنه مسيطر، بيصطاد الأخطاء التافهة دي عشان يلاقي فرصة يمارس فيها سلطته الوهمية دي. الإصرار على تحويل الغلطات البسيطة لمحاكمات ده بيحسسني إن الموضوع أعمق من مجرد السيطرة. ده ياخدنا للسؤال الأهم، إيه اللي بيدور جوه دماغه بالظبط؟ المحرك النفسي الأساسي لكل ده زي ما بيشرحه زتونة هو كلمة واحدة: عدم الاستحقاق. عدم الاستحقاق؟ أيوه، هو في أعماق عقله عارف ومتأكد إنه موصلش للمنصب ده بكفاءته، عارف إن فيه واسطة. الشعور ده مرعب وبيخلق جواه فراغ كبير. وكل تصرفاته القاسية دي محاولة إنه يملى الفراغ ده. بالظبط. يعني كأن في صوت داخلي بيقول له أنت نصاب طول الوقت، وهو بيحاول يعلي صوته الخارجي عشان يسكته. ده بيترجم لأفعال إزاي في شغله اليومي؟ بيترجم لمجموعة سلوكيات سامة جدا. أول حاجة القسوة المبالغ فيها عشان يبان قوي. يخوف الناس. أيوة، يعتقد إن خوفه منه دليل على احترامه إيه. تانياً تحويل أي اجتماع لمحاكمة، بدل ما يكون مكان لتبادل الأفكار بيبقى ساحة لتصيد الأخطاء. ثالثاً، ودي نقطة خطيرة، أي رأي مخالف بيعتبره تهديد شخصي. يعني لو قلت له أعتقد لو عملنا كذا هيكون أفضل، هو مش بيسمعها نصيحة، هو بيسمعها أنت ما بتفهمش وأنا بفهم أكتر منك. والمقال كمان ذكر نقطة محورية عن علاقته بالموظفين الشاطرين اللي حواليه. دي كارثة. ودي من أخطر الحاجات على مستقبل الشركة. أي موظف كفء أو لامع في فريقه بيتحول لتهديد مباشر ليه. بيحس إنه بيسرق منه النور. بالظبط، بيحس إن نجاح الموظف ده بيطفي نوره هو، فبيبدأ بشكل ممنهج يهمشه، يبعده عن المشاريع المهمة، ممكن ينقله قسم تاني، أي حاجة تبعده عن الصورة. هو مش عايز أي مقارنة بينه وبين حد كفء فعلا، لأنه عارف إن المقارنة دي مش في صالحه أبداً. المقال استخدم تشبيه عبقري هنا، قال المنصب في الحالة دي ما بقاش أداة تنظيم، بقى درع نفسي. الجملة دي فضلت في دماغي. تشبيه دقيق جداً، لأنه كل تشدد، كل صرخة في اجتماع، كل قرار متعسف هو مش دليل قوة خالص، هو مجرد محاولة للتعويض عن فراغ الكفاءة اللي جواه. هو بيهرب من سؤال معين. بيهرب من سؤال مرعب بيطارده كل لحظة: لو شالوا الواسطة اللي جابتك كنت هتقعد فين؟ وهنا بنوصل لسبب التسمية نفسها، الأخطبوط الإداري. هو مش مجرد مدير سيء في قسمه، لا ده بيمد إيده في كل حتة في الشركة. أيوة، هو زي السرطان، تأثيره السام بيمتد. أول ذراع بيمده بيكون في قسم الموارد البشرية HR. بيعمل إيه هناك؟ بيستخدم نفوذه عشان يوقف ترقية موظف شاطر بس مش على مزاجه، وفي نفس الوقت يدعم ويسرع ترقية موظف تاني أقل كفاءة بكتير بس بيعرف يطبله. يعني بيحاول ال HR لأداء للعقاب والثواب الشخصي، والذراع التاني بيروح لمنطقة حساسة جدا. الفلوس. طبعا الذراع التاني بيكون في الإدارة المالية، ممكن يضغط عشان يسرع زيادة مرتب لشخص من شلته ويعطل مستحقات شخص تاني شايفه تهديد. بيحول القرارات المالية من قرارات مبنية على الأداء لقرارات مبنية على الولاء الشخصي ليه. تماما. والذراع الأخطر يمكن هو اللي بيوصل لفوق، للإدارة العليا نفسها. بالظبط، ده الذراع اللي بيحمي بيه نفسه، بيوصل للإدارة العليا نص الحقيقة بس. إزاي؟ في الفلاني أهمل، بيصنع صورة لنفسه قدام الإدارة ملهاش أي علاقة بالواقع. وفي ذراع أخير بيشتغل جوه بيئة العمل نفسها. أيوة، الذراع الاجتماعي بيبدأ يشكل شلة من الموظفين اللي بيطبلوا له، دول بيبقوا عيونه وأذانه في المكان، دورهم مش الشغل، دورهم هو حماية صورته ونقل أي كلام بيتقال عليه. وده بيسمم بيئة العمل نفسها، بيخلق جو من عدم الثقة والنميمة بين الزملاء. طيب لما تجمع كل الأذرع دي مع بعض، إيه النتيجة النهائية لكل ده على الشركة؟ النتيجة مدمرة على المدى الطويل، المبادرة بتموت، محدش بيبقى عايز يجرب فكرة جديدة لأنه خايف من العقاب. والإبداع طبعا. الإبداع بيتشل، والناس الشاطرة الكفاءات الحقيقية بيبقى قدامهم حل من اتنين: يا يسكتوا خالص ويتحولوا لتروس في ماكينة، يا إما بيمشوا. والمأساة الحقيقية إن الإدارة العليا ممكن تكون مش شايفة أي حاجة من دي. ودي الكارثة الأكبر، الإدارة ممكن تبص على الأرقام والتقارير اللي بيقدمها الأخطبوط ده وتقول النتائج كويسة، يبقى الراجل ده شغال صح.
وهم مش واخدين بالهم من التكلفة البشرية للكلام ده. خالص. المقال فيه جملة معبرة جدا بتقول اللي بيمشي جوه الشركة هو الإنسان مش الشغل بس. الشركة بتنزف أهم أصولها وهم مش حاسين. طيب، المقال مش بيكتفي بالتشخيص، وده اللي عجبني. هو بيوجه رسالتين في منتهى القوة. خلينا نبدأ بالرسالة الأولى الموجهة لرئيس مجلس الإدارة أو CEO. الرسالة للإدارة العليا صريحة لدرجة صادمة. بيبدأ بجملة أنت اللي خلقت الأخطبوط. قوية جدا. بيقول لهم إن كل كرسي إدارة تم منحه بالواسطة مش بالاستحقاق. الإدارة مش بس ظلمت شخص تاني كان أكفأ، دي زرعت كيان سام جديد جوه الشركة. وبيكمل في شرح ليه الأخطبوط ده خطر على الشركة نفسها. بالظبط. بيقول لهم إن الأخطبوط ده كل همه هو حماية نفسه مش حماية الشركة. هو مشغول بإسكات الناس مش سمعهم عشان يطور، مشغول بتلميع صورته الشخصية مش بتحسين سمعة الشركة. وإيه الحل اللي بيقترحه زتونة للإدارة؟ الحل بيبدأ بإن الإدارة تسأل نفسها الأسئلة الصح. مين اللي قاعد على الكراسي الإدارية دي؟ اتعينوا إزاي؟ هل بيتحاسبوا على تأثيرهم السلبي على الناس ولا المحاسبة بالأرقام بس؟ يعني محاسبة شاملة. أيوة. والحل الجذري هو تفعيل مبدأ الاستحقاق بجد، والمساءلة لازم تكون حقيقية. المقال بيقولها بوضوح شديد، لو المدير بيكسر الناس لازم يمشي قبل ما يكسر الشركة. رسالة ما فيهاش أي مجاملة. طيب، ننتقل للرسالة التانية واللي يمكن تهم ناس كتير بتسمعنا، وهي للموظف اللي عايش التجربة دي. إيه أهم النصايح؟ المقال بيقدم روشتة نجاة للموظف ده. أول نصيحة ودي الأهم هي نفسية بحتة. مشكلتك مش إنك قليل. يعني إياك تصدق اللي بيحاول يوصله لك. بالظبط. إياك تصدق الصوت الداخلي اللي ممكن المدير ده يزرعه جواك بالإهانة المستمرة. لا، فكر بالعكس. ساعات المشكلة بتكون إن المكان هو اللي مش قدك. دي نقطة جوهرية عشان تحمي ثقة الموظف في نفسه. إيه تاني؟ النقطة التانية هي حط حدودك. في فرق بين إنك تسكت عشان تعدي اليوم وبين إنك تقبل الإهانة. لازم ترسم خط أحمر حتى لو الخط ده في الأول كان جواك نفسياً بس. عشان تحافظ على كرامتك. والمقال بيحذر من فخ شائع جدا. فخ التطبيل. بيقول ما تطبلش عشان تعيش. بيوضح إن التطبيل ده مش أمان حقيقي، ده مجرد حبل مؤقت هيتلف حوالين رقبتك. والنصيحة اللي بعد كده عملية جدا. خطط لنفسك. حتى وانت لسه في المكان الغلط ده ما تستسلمش. اشتغل على نفسك بهدوء، طور مهاراتك، خد كورسات، حدث الCV بتاعك. جهز نفسك للحظة المناسبة. بالظبط، عشان لما تيجي الفرصة تكون جاهز وواقف على أرض صلبة. وآخر نصيحة هي يمكن الأصعب نفسياً. لو لقيت مكان يحترمك امشي من غير ندم. بيأكد إن الخروج من شركة زي دي مش فشل، بالعكس ده نجاة من بيئة سامة كانت هتقتل روحك وشغفك. في النهاية، لو حبينا نلخص الفكرة الجوهرية اللي المقال عايز يوصلها، نقول إيه؟ يجي بالواسطة. كل تصرفاته القاسية دافعها الأساسي هو الخوف مش القوة. كل قرار قاسي هو محاولة يائسة يثبت بيها لنفسه وللناس إنه يستحق مكان هو عارف إنه لا يستحقه. والشركات اللي عايزة تكبر بجد لازم تقفل باب الواسطة وتفتح باب الاستحقاق والمحاسبة الحقيقية للجميع، من أصغر موظف لأكبر مدير. المقال بينتهي باقتباس بيلخص القصة كلها. بيقول الكرسي اللي بيجي بالواسطة بيفضل طول عمره قاعد على رقاب الناس، مش على ورق الهيكل التنظيمي. وهو ده اللي بيخلينا نفكر في سؤال أعمق. النقاش ده مش بس عن المديرين السيئين، هو عن فكرة السلطة نفسها. لأي شخص عنده سلطة مهما كانت بسيطة، لما بنختار حد المهمة هل بنبص لكفاءته الحقيقية ولا بنميل للي نعرفه أو اللي يريحنا؟ ومن الناحية التانية، بالنسبة للموظف اللي بيحس إن النظام اللي حواليه مش عادل، السؤال الأهم هو إزاي ممكن شخص يحافظ على طموحه وشغفه لما كل المؤشرات اللي حواليه بتقول إن الكفاءة مش هي العملة الأساسية للنجاح؟ دي نقطة تستحق التفكير.